السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلبي، ورجعنا لكم من جديد من مطبخ كوكي بفيديو جديد. النهاردة هنعمل معاكم الكرواسو أو المولتو، أي كان بتسموه، هو مولتو أو كرواسو عادي بيمشي. هنعمل الطريقة النهاردة. معانا بيضتين بياض بيضتين وصفارة، ومعانا معلقة خميرة، ومعايا معلقتين سكر كبار، ومعانا كوباية لبن. قلبهم كويس. طبعا انا البطين يا جماعه خدت الصفار عشان اعمل بيه الوش. هنقلب بالمزيج كويس مع بعض. طبعا اللبن يكون دافي يا جماعه عشان احنا في الشتاء. معلقه خل. طبعا يا جماعه انا مش هحط فانيليا عشان خاطر لو عملتيه بجبنه، عملتيه باي حاجه مالحه، ما بيبقاش يبقى طعمه مش حلو بريحه الفانيليا. طبعا معانا هنا انا معايا 5 كوبايات دقيق. احط الاول 3. طبعا ربع معلقه ملح، ومعايا معلقه صغيره هنا من البيكنج باودر. هي معلقة صغيرة طبعا، لو ما فيش عندك مش ضروري، مش أساسي يعني يا جماعة. طبعا أنا هعجن الأول الخليط بالمكونات السائلة دي بس، ولسه ما حطيتش بقى الدقيق. طبعا لحد دلوقتي يا جماعة ما استخدمتش المية لحد الآن. حط مية دلوقتي. طبعا كل ما تعجني في الدقيق في العجينة بتبقى جميلة. هحط بقية الدقيق. المية تكون دافية واللبن يا جماعة عشان خاطر احنا في الشتاء. خلاص انا حطيتها بقية الدقيق. خلاص كده انا ما شاء الله خدمتها كويس، وهسيبها تخمر. بسم الله ما شاء الله. زي دهنت الوش بحتة زيت عشان ما يشبكش في الكيس. وهنقطعها كور صغيرة. طبعا العجينة بسم الله ما شاء الله هشة ازاي يا جماعة، وجميلة جدا عشان مخدومة كويس. طبعا ده نشا يا جماعة مش دقيق، عشان خاطر تبقى مورقة وتبقى هشة. طبعا الكرة دي صغيرة شوية، هحطها كرة كبيرة. طبعا الكور كلها متساوية طبعا قد بعض. 5 كوبايات الدقيق يا جماعة عملوا معايا 10 كور من نفس الحجم. هغطيه طبعا لحد ما ترتاح معانا 10 دقايق كده. خلاص انا سبتها ارتاحت 10 دقايق، وهبدأ افرد فيها. طبعا برضو ده نشا مش دقيق. طبعا يا جماعة انا هفرد الكور دي كلها رقات فوق بعض، يعني انا هفردها كل كرة فوق التانية. احطها على صينية كده. طبعا يا جماعة النشا بيخلي العجينة مش ثابتة، بيخليها تروح تيجي معاك، مش مشكلة. هنحطهم فوق بعض يا جماعة كده. طبعا كل طبقة والتانية فيها نشا عشان ما تشبكش في بعض. طبعا احنا خلاص كده خلصنا. هنجيب، انا عندي سمنة وزيت، ما عنديش زبدة. طبعا لو عندك زبدة هيبقى افضل، بس انا ما عنديش. طبعا كده تبقى رقات دي يا جماعة. كل ما تكتر الرقات فوق بعض بتديك الترويقة اللي انت بتشوفيها في المولتي او الكروسو. تبقى مورقة كده، بتبقى جميلة جدا. كل ما تكتر الرقات فوق بعض بتديك الترويقة اللي هي كويسة.
تبقى مورقة. اخر طبقة معانا يا جماعة كده خلاص. خلاص كده اخر طبقة دي هسيبها ترتاح طبعا في التلاجة شوية عشان السمنة ما تدعكنيش انا وبفرد معاكم. خلاص كده جبتها من التلاجة ارتاحت شوية نشا برضو عشان ما تلصقش معاكي في الرخامة. طبعا انا حطيت كيس عشان ما تلصقش معانا في الصينية. بسم الله ما شاء الله. بص ارتاحت ازاي يا جماعة. برضو ده نشا مش بستخدم دقيق خالص. تفرديها على قد ما تقدري. تخلي سمكها كده زي 2 سنتي او 3 سنتي. طبعا يا جماعة الرخامة عندي مش واسعة قوي بس هي كده كويسة يعني الفردة مش اكتر من كده. تفردي كده يعني هو المطلوب السمك المطلوب. هقطعها كده يا جماعة مثلثات. طبعا كل مثلث داخل مثلث. طبعا لو عندك قطعة بيتزا بتبقى اسهل بس انا ما عنديش. خلاص كده يا جماعة انا هحشي براحتك. عايزة الشوكولاتة انا هحشي شوكولاتة تحشي جبنة. طبعا لازم تقطعيها في الاول. بصوا ازاي يا جماعة. بصوا ازاي جميل. لازم القطعة دي يا جماعة عشان تديك التانية اللي هي في الاخر دي. لو عندك جبنة عندك شوكولاتة اللي انت بتحبيه ماشي اي حشوة طبعا اختيارك. بس ازاي يا جماعة جميل. جبنة طبعا هنا مثلثات اي جبنة عندك ماشي. الحشو اختياري يا جماعة. بس التانية دي بتدينا الشكل الحلو. انا عندي هنا عجوة برضو. طبعا خلصت الكمية يا جماعة خلاص. دي اول واحدة وهسيبها دي اخر واحدة وهسيبهم لحد ما يرتاح شوية. طبعا العجينة بسم الله ما شاء الله خمرانة. معايا هنا طبعا صفار البيضة وشوية لبن. عندي شوية قهوة هنا سريعة الذوبان. لو لبن وبيض بس ماشي بصراحة. خلاص كده حبيبي واختمر معانا هدخله الفرن. طبعا انا مشغلة الفرن. خلاص كده دخلت بعد ما طلعته. بس ما شاء الله ازاي. بس يا جماعة ازاي. بسم الله ما شاء الله عليه ازاي محمر واخد وش جميل ازاي. طبعا خلصنا الكمية يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. بس ازاي طري. طبعا تطلعيه وتغطيه شوية بفوط او حاجة هيطرى معاكي. لو انت عايزاه مقرمش ما تغطوش ولا حاجة تسيبيه على كده. بس ما شاء الله طري ازاي وجميل. بص طبعا يا جماعة التوريقة ازاي جميلة من جوه. طبعا كتري اللي انت عايزة مثلا حشو اي حشو كتري. طبعا عشان نشرب بشاي او اي حاجة ما كترتش حشو قوي. بس ازاي يا جماعة جميل وهاشش ومورق من جوه. ما تنسوش يا حبيبي لو عجبكم الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يجيكم هو كل جديد في جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.